اول شيء الف مبروك على الموقع خبر عاجل، تصوير الاول للكليب للالبوم. خبرينا عن العمل، مع مين عم تتعاون اليوم وتفاصيل. اليوم بتعاون مع ياسر مخرج عراقي. هواية يعني هيك حسيت الفانز كانوا متحمسين انه اتعاون مع مخرج عراقي، فالتقيت لياسر واعطيته الاغنية بما انه الاغنية عراقية، فجدا كان متحمس على الشغل. واليوم بدنا نصور وانا سعيدة جدا يعني بهذا التعاون. اسم الأغنية كتير رائع، مين اختاره؟ شو رأيك؟ أنا اخترته طبعا مع كلمات الفنان الكبير كريم العراقي وألحان فايز سعيد، وأغنية عراقية بيور يعني. فاليوم بدنا نشتغل على كليب كله عراقي، كله مود عراقي. شو قصة الكليب؟ أكيد بحقول لك إذا شوي يعني. لا، لأنه قصة حب حلوة هيك بين اثنين. نعم. بس كلها بمود عراقي يعني بيور. نعم. سبق وتعاملتي على اذا بدنا نقول صح التعبير على اخر لحظه مع الفنان حاتم العراقي، خبرينا كيف صار التعاون. رائع جدا وسعيده جدا بتعاوني معه استاذ حاتم، من الفنانين الكبار والاصوات الجميله جدا العراقيه. الاغنيه من كلمات كاظم السعدي، اغنيه جميله ان شاء الله يا رب يحبونا. وطبعا ما حانسى كمان اخر تعاون اللي هو بيني وبين الاستاذ عبد الله الرويشد، اللي كمان اعطاني اغنيه رائعه جدا الالبوم. فالحمد لله يعني الالبوم خلص وان شاء الله قريبا. شذا طبعا الكل صار بيعرف انه في تعاون بينك وبين الفنان الكبير احلام، ولكن صار في اذا بدنا نقول ببرنامج ترتتا من يارا عتب على احلام انه هي بتقول هي اولى من شذا حسون، شو بتردي على الموضوع؟ اذا كانت اولى كانت تصرت فيها احلام يعني، بما انه اصدقاء جدا. ما زعجك هالكلام؟ لا ما زعجني، اكثر من انه بقول انه ما كان لازم ينقال يعني. انا محلها ما اقول محلها، طبعا الله يوفقها يعني. بالعكس بتمنى لو اذا بدها ممكن احكي مع احلام انه تظبط لها اغنيه مع المشكله. بس ان شاء الله هلا بنحكي معها مش مشكله. شذا تعاونك مع كتار من النجوم، 4 هن بألبومك، قد ايه هذا الشيء بيدعمك وقد ايه هذا الشيء قوي كتعاون بينك وبينهم وحيكون ملفت بألبومك الجديد؟ شوف انا سعيده، انا يعني عجبني صحفيه قالت في مقاله انه النجوم شذا تغني النجوم في هذا الالبوم، وعجبني جدا هذا العنوان لانه صحيح يعني اغلبيه اللي ملحنين اللي هم نجوم كبار في الخليج يعني وبالعراق بعد. ف سعيده انه لقيت هالدعم الكبير من هدول الناس الكبار، سيدة احلام، عبد الله الرويشد، عبد الرب ادريس، عسام كمال، ناصر الصالح، حاتم عراقي، فايز سعيد، يعني كلهم عن جد دعموني بشكل كثير كبير في هذا الالبوم. النجمة بدها نجوم بالنهاية. حبيبي. شذا هذا الكليب اللي عم نشوفه اليوم واللي عم يتصور حينزل قبل الالبوم؟ ممكن ينزل قبله بشوي بس انه مش بكثير، ممكن 2-3 بس انه بنفس الفترة اكيد يعني ونفس الفترة. طبعا نهاية الالبوم حيشهد حفل ضخم بلبنان. ان شاء الله. شذا حتكون من اول المعزومين. شذا عم تتابعي جريدتك؟ نحن عم نتابع كل فترة عم ينزل جريدة خاصة من الفانز. جميلة جدا عن جد، جريدة الشذا وجريدة كمان شذاوي.com عن جد من الجرائد اللي بحبهم كثير، بتمنى لهم التوفيق. وانا سعيده بكل الشغل اللي بيعملوه الفانز، والفيسبوك ما شاء الله هذا نشيط بقوه، نشيط بشكل كثير كبير، والعدد الهائل اللي بيكبر كل يوم ما شاء الله 10,000 شخص بيزيد في الفيسبوك. هذا الشيء انا كثير مبسوطه فيه. يلا ان شاء الله على الالبوم بصير اكثر واكثر. زفينا خبر قبل بيومين وكثير انبسطوا فيه الجمهور ومحبينك اكيد انه حتكوني موجوده على مسرح ستار اكاديمي وتكوني ضيفه عزيزه على البرنامج، قديش صحيح هذا الخبر وامتى؟ ان شاء الله قريبا، اول ما نعرف الديت رح اخبركم ان شاء الله. نعم. بس اكيد مع الالبوم يعني ما بدي اطلع هلا لاغني اغاني القديمه، اكيد بدي يكون مع الالبوم ومع الكليب. نعم.
شذا، انت متقدمه اليوم بتصويت لجائزه الميراكس دور، هالشيء معك خبره؟ انا اللي بعرف انه انا صرت في المرحله الثانيه باربع فئات. نعم. موجود اسمي باربع فئات، صح. فانا كثير مبسوطه، يعني اوريدي انه اتحطيت في اربع فئات من فنانين مهمين، فبتمنى التوفيق. انا بعرف الفانز بيعملوا كل جهدهم وشغل كثير مهم. يلا ان شاء الله هالسنه يكون لنا حظ يا رب. حنحكي بموضوع حنمرق عليه مرور الكرام، لانه ما بدنا نعكر اذا بدك صفو عملك اليوم، ولانه طالبونا فيه الجمهور. بعتقد الجمهور يمكن اخذ حقك، او الفانز اخذ حقك ورد على كل الاعتبارات والرسائل اللي وصلت من اروى. كنت عم بتقولي انه انا السبب بهذا المشكل، او بعض الناس كمان. ليش صار هيك وكيف صارت القصه؟ انا ما بدي احكي كثير في الموضوع كيف صار هيك وهيدا. نحكي نهايته. ايه بنحكي نهايته. النهاية انه القصة عند القضاء وهي اللي حتقول كلمتها، وما بيهمني بقى اعطي لاي شخص يعني كريدت اكثر من هيك. يعني اخذ كثير شهرة، هذا الانسان اخذ كثير شهرة باسمي من خلال استغلاله اسمي بشكل كثير كبير. ما بدي اعطيه كريدت اكثر ليزيد يكمل هيدا الشيء. فالقصه عند المحامي وعند القضاء، وخلي القضاء اذا طلبت نص مليون انا طلبت 3 مليون دولار، انا لانه 3 شذا لاحظنا بالاونه الاخيره، هو اساسا من البدايه ولكن اكثر شيء بالاونه الاخيره وخاصه لتحضير لعملك اللي حيكون ان شاء الله ناجح، في حرب كثير كبيره عليك، ان كان من اروى او ان كان من كلوديا الموهبه الجديده اذا صح التعبير. انه كلوديا عراقيه قالت باحد المقالات او المقابلات انه شذا ما بتعني لي، والله ما بعرف. هيدا عنوان انكتب. شو سر هالحرب الكبيره؟ نحن طبعا بنعرفها ونجاحك بالنهايه. يعني انا امشر ما بعرفهم ولا هيدا. كل مره بتطلع لي فنانه درجه 10 بتحكي بدها بس تاخذ كريدت مني. كلوديا ما في درجه. هيدا انت انا ما حقول.